تخيل معايا فقتي غدا ولقيتي بلي العالم كامل قلب السيستم، وليتي كتشوف الغدر كيتسمى ذكاء، والاناني كيتعتبر بطل، والرحمه كتعتبر مرض ونقص. غتحس بواحد الغثيان، بواحد الرفض داخلي قبيح. ولكن سكت واحد شويه وسول راسك، علاش هاد الرفض؟ واش حيت العالم فعلا غلط، ولا حيت البرنامج اللي تنصب في دماغك من نهار تزاديتي كيرفض هاد التحديث؟ اليوم غادي نحيدو القشرة السطحية على مفهوم الأخلاق، غنهبطو للقاع باش نفهمو واش الأخلاق حقيقة كونية بحال الجاذبية، ولا هي مجرد اتفاقية داروها البشر باش ما ينقرضوش. بزاف منا كيقول أنا ضميري حي وكيوجهني، وكيصحاب ليه بلي هاد الضمير هو قطعة أصلية تزادت معاه. ولكن الفلسفة عندها رأي آخر. تخيل الضمير بحال واحد الغرفة خاوية، فاش كتزاد المجتمع، الوالدين، المدرسة، السوشيال ميديا هما اللي كيبداو يفرشوا ديك الغرفة، كيحطوا لك تما كرسي سميتو الصدق، طبلة سميتها الحياء. إذن واش حنا صالحين حيت هذيك هي حقيقتنا، ولا حيت حنا منتج ديال المصنع اللي كبرنا فيه؟ الفيلسوف نيتشه كان كيقول باللي الأخلاق هي اختراع الضعفاء باش يحميو راسهم من الأقوياء. يعني واش حنا كنقدسوا التواضع حيت هو زوين، ولا حيت بغينا نوقفوا الشخص اللي احسن منا باش ما يسيطرش علينا؟ علاش الإنسان هو الكائن الوحيد اللي مصدع راسو بهاد الصداع كامل؟ الجواب يقدر يكون مادي بامتياز. الإنسان كائن ضعيف جسديا، ما عندناش ما خالي بالنمر ولا سرعة الفهد. الطريقة الوحيدة باش نعيشو هي التعاون. الأخلاق هنا هي الرابط اللي كيشد المجتمع. الصدق مهم، ماشي حيت هو نور، ولكن حيت بلا صدق ما غتكونش ثقة، وبلا ثقة غينهار الاقتصاد والعلاقات والأمن. الأخلاق هي أداة ذكاء اجتماعي طوروها البشر باش يضمنوا الاستمرار ديالهم. حنا أخلاقيين حيت لا أخلاق غتخلينا نرجعوا للغابة وغنقارض. في الآخر الأخلاق ماشي هي شنو كيديروا الناس فاش كيكون كل شي حاضيهم. الأخلاق هي شنو كدير انت فاش ما كيكون حتى شي واحد كيشوفك. واخا تكون الأخلاق صناعة بشرية، فهي أعظم صناعة دارها الإنسان. هي اللي خلاتنا نبنيو سبيطارات ونحسو بآلام ناس بعاد علينا بآلاف الكيلومترات. سؤالي ليك قبل ما نسد، إلا غدا تحيدات كاع القوانين وتحيدو كاع الأديان ومبقات حتى سلطة غتحاسبك، واش غتبقى دير نفس الأفعال اللي كدير دابا؟ واش غتبقى إنسان صالح، ولا غير شخص كيتبع نظام كيخليه يبان صالح؟ فكر في هذا السؤال مزيان، حيت الجواب ديالو هو اللي يخليك تعرف شكون انت فعلا، بعيدا عن أقنعة المجتمع. شكرا حيت كملتي هذه الرحلة. كانت هذه حلقة اليوم من نوما. تهلا في راسك ونتلاقاو الحلقة الجاية.